سيدك يا بنت سيدك عندي جارتي كل ما نبعث لها المعون نذوقها في حويجها ترقدوا عندها لمرة لا اثنين لا 10 لا 20. حتى نهار من نهارات جيت نطيب يا لطيف ما لقيتش عندي حتى صحين وحتى طنيجرة. المهم كيف روح ولدي من المدرسة قلت له برا للجارة وجيب لي المعون متاعي. بعد ما روح قال لي يا ماما راهي دخلتني ولقيتهم ياكلوا في سيفة بيتزا الفورماج سيل حتى من ريكتي سالت معه. قلت له هيك اللي بيك يا وليدي توا نعمل صغيرات البيتزا ونذوق هيكم وبالفورماج السيل زيدا. كيما تشوفوا فيا دخلت لكوجينتي وحضرت لك المكونات متاع البيتزا وعملت لك زوز كويسات فرينة على باكو خميرة فورية على رشيشة ملح على رشيشة سكر على كويس ماء دافي على كويس حليب دافي وغطيتها وخليتها ارتاحت مدة 10 دقائق ورجعت لها زدتها 3 كويسات فرينة وكويس غير بعزيز والكاس الرابع ما كملتوش لميت جيست به العجينة. كما تعرفوا فما فرينة تشرب وفما فرينة ما تشربش. المهم هنيك كما تشوف فيها هيك العجينة ليه طرية ياسر وليه هي يابسة بين البينين. هنيك خذيت هكا طبيق متاعي ودهنته بشوية زيت ورشرشته شوية فرينة وفرشت لك العجينة وهيك الصوص بطبيعة طيبتها في داري وزينت بها البيتزا. وهنيك خذيت لك كعيبة طماطم وقريم فلفل وقصقصتهم باش زينتهم فوق البيتزا وبطبيعة اشطير زينته واشطير اللي خلاه بحكم الصغيرات ما يحبوش الخضرة. المهم هنيك كما تشوفوا فيها دخلت لك هذيك البيتزا للفور وحطيتها على 200 درجة وبالطبيعة كل وحدة تحطها على حسب الفور متاعها قوي ولا ضعيف. وتعديت لك هنيك ديريكت حضرت لك المكونات اللي باش نزين بهم البيتزا متاعي. وهيك البيتزا كما تشوفوا فيها بعد ما حضرت وطابت زينتها بالفورماج على عظم على تن ورجعتها ميمبا جيست رجعت عليها اسخانة متاع الفور باش هذيك الفورماج يذوب. وكما تشوفوا فيها هونيك هذيك البيتزا ريحتها فاحت في الدار وفي العمارة ووصلت حتى لدار الجارة. وكما تشوفوا فيها هذيك القوام وهيك الزين وهيك العين والبدنة ما نحكي لكوش. المهم وهكيكا عملت شهوة وليدي وصغيراتي كلي وتبننوا وشبعوا وصحة وفرحة ليهم. وكما تعرفوا احنا كأمهات ضحكتنا من ضحكتهم وفرحتنا من فرحتهم. شوفوا لي هيك ترونش البيتزا بنة وهني وفنهاري وتوا متبقى كما نقولكم باي يا حلوين.